سنة وانتم طيبين. كل سنة واحنا دايما ايد واحدة، مسيحيين ومسلمين، واحتفالا بالنيو يير والسنة الجديدة. هنعمل النهاردة البسبوسة بالسمنة البلدي مع شوقة الصغيرين والكبار، بجد هتعشقوها. انا اوعدكم ان بعد الفيديو ده هتبطلوا تشتروها من بره، علشان هنعملها في البيت بطعم مميز، وهنعملها خطوة بخطوة علشان نوصل للنتيجة اللي قدام حضراتكم اللي شايفينها في الفيديو دي كده بالظبط. الفيديو ده هيبقى طويل شوية، 10 دقايق ل 12 دقيقة، مش هنطول عن كده، عشان هنوضح فيه بالتفصيل خطوة بخطوة ازاي نعمل بسبوسة ناجحة احلى كمان من المحلات، وهنبطل نشتريها من بره. تابعونا وان شاء الله الحلقة تعجبكم. أول حاجة عندنا كوباية واحدة من السكر، هنحطها في طاسة على النار وهنسيبها بدون أي تقليب لحد ما تتكرمل معانا. نفس الكوباية دي اللي هنعاير بيها كل مكونات البسبوسة بعد كده، يعني الكوباية المعيار بتاعها هيكون ثابت معانا. بدأ هنا يتكرمل اهو واحدة واحدة بالشكل ده. هقلب بقى هنا كده واحدة واحدة لحد ما السكر كله يدوب، وبعدين أضيف كوباية من اللبن، نفس الكوباية اللي ضفنا بيها السكر تكون هي كوباية ثابتة نفس المعيار من اللبن. هخلي بالي بس كده وانا بضيفه، عشان انتوا شايفين حضراتكم لازم تبقي ماسكة ايدك كويس وبعيد عشان ما يحصلش اي مشكلة. واول ما هضيف اللبن هيحصل تكتلات زي ما هو قدامنا كده بالظبط. هنهدي النار خالص وهنقلبه بالراحة خالص، كل السكر ده هيدوب، مش هيكون فيه اي مشكلة. وانتوا بتحطوا اللبن، اول ما هنحطه هيكلكع قوي كده، ما تقلقوش خالص، هنهدي النار. انا كنت قصدي اجيبه لحضراتكم بالتفصيل علشان دي اهم مرحلة في عمل البسبوسة واصعبها. السكر ده كله مع التقليب المستمر بالراحة كده وعلى نار هادية هيدوب كله، هنفضل ندوب فيه لحد ما هتختفي كل التكتلات دي تماما. أول ما هتدوب كل التكتلات دي وتختفي، هنضيف معلقتين كبار من العسل الأبيض وهنقلبه، ومعلقتين من الزبدة أو مكعبين زبدة، وهندوب كل الخليط ده كده مع بعضه لحد ما يتجانس، وهنسيبه بس يرتاح دقايق بسيطة جدا لحد ما نعمل الخطوة اللي بعدها. أنا هسيب الفيديو مفتوح عشان تشوفوه كامل. بتمنى تكون الصورة واضحة، واسيبكم مع الفيديو، وإن شاء الله مع بعض مكملين الجزء الثالث لعمل أنجح بسبوسة وأحلى بسبوسة. وهابي نيو يير.
نيجي بقى للخطوة التانية. عندنا هنا 2 كوباية ونص من السميد، وطبعا نفس معيار الكوباية زي ما اتفقنا، وكوب إلا ربع من السمنة البلدي. وطبعا طعم السمنة هيفرق قوي في طعم البسبوسة بتاعتنا، فممكن نستخدم كمان زبدة نيوزيلندي، لكن أنا بفضل بصراحة السمنة البلدي. وطبعا السميد بتاعنا ياريت يكون في الأكياس اللي موجودة في أي سوبر ماركت، أكياس مقفولة، بلاش يكون سميد سايب. هنقلب بقى كل المكونات دي على بعض كويس جدا لحد ما نتأكد ان السمنة بتاعتنا وصلت لكل السميد. بعد ما قلبناها كويس قوي، وبعد ما الصوص بتاع الكراميل بتاعنا برد شوية، هنضيفه بقى على مكونات السميد بالسمنة. هنضيف الكمية طبعا كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنقلبها تقليب بسيط. وعندنا هنا الصينية بتاعتنا مقاس 28، دهناها بالزبدة، وهنضيف فيها الخليط بتاعنا كله، هنوزعه كويس. وكده البسبوسة بتاعتنا بقت جاهزة. هندخلها الفرن من 15 ل20 دقيقة مع المتابعة المستمرة. ونيجي بقى لخطوة التسوية بتاعت البسبوسة، هي خطوة مهمة جدا، وهي من ضمن أسرار نجاح البسبوسة بتاعتنا. احنا بنسوي السميد حاجة بسيطة جدا، وبنخلي البسبوسة تاخد درجة لون بس. حتى لو فتحنا الشواية نخلي بالنا ان احنا مش عايزينها تتلسع من فوق او الوش يكون ناشف، لا يعني لون بسيط قوي عشان تبقى دايبة كده ومرملة وطلعة زي ما هي معانا في الصورة بالظبط. نيجي بقى لخطوة الشربات، ودي برضو خطوة مهمة قوي لنجاح البسبوسة بتاعتنا. هنجيب 2 كوباية من السكر، برضو نفس الكوباية اللي عايرنا بيها، وعليهم 1.5 كوباية من المية، وعصرة بسيطة من الليمون، وكيس فانيليا. هنضيف كل المكونات بتاعتنا دي على بعض بدون أي تقليب على نار هادية لغاية ما هنوصل بالقوام بتاع البسبوسة، شربات البسبوسة للمرحلة دي. شربات البسبوسة مش بيكون خفيف ولا تقيل، بيبقى نفس الدرجة دي بالظبط. يعني هنتابعه على النار لحد ما يدوب السكر ويوصل للقوام ده. وبعدين هنضيف معلقة صغيرة من السمنة البلدي على الشربات، هنقلبها كده، وكده الشربات بتاعنا جاهز. ودي شكل البسبوسة معانا أول ما خرجت من الفرن على طول. دي درجة التسوية بتاعتها ودرجة اللون اللي احنا عايزين نوصله. وهنا هنضيف الشربات عليها وهي سخنة. وده كان شكل ودرجة القوام بتاعت الشربات بتاعنا، مش خفيف ومش تقيل. وده شكل صينية البسبوسة بتاعتنا بعد ما شربت الشربات. وهقطعها برضو معاكم وهي سخنة كده، اوريكم شكلها عامل ازاي.
شايفين حضراتكم شكلها عامل ازاي؟ دايبة ومرملة، ودي النتيجة اللي احنا عايزينها. انا هنا قطعتها وهي سخنة علشان حبيت اوضح لحضراتكم النتيجة النهائية ليها. وهنا ده شكلها بعد ما بردت شوية ومسكت نفسها. اتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبتكم. تابعونا على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.